السلام عليكم. شوف، انا مش جاي اقول لك قصه نجاح، انا جاي اكلمك عن موظف. هو موظف عادي جدا، ولا اسس شركه ولا هو صاحب سوبر ماركت حتى، ومن سنه بالظبط وصلت صافي ثروته ل 100 مليار دولار، وبقى تاسع فرد يدخل شله المليارديرات اللي عدوا الرقم ده. كل اللي زيه في الشله دي اسسوا شركات، عملوا حاجات، يعني عملوا حاجه وجمعوا بيها الفلوس دي. الا ده، يعني عندك في القائمه مثلا جيف بيزوس مؤسس امازون، عندك مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك واللي ثروته عدت في مره واحده بس ال 100 مليار دولار. شوف، في مره، وده مؤسس لفيسبوك. عندك ايلون ماسك اللي أنا مش محتاج اكلمك عنه، يعني ده ناقص ياسس قناه ارتك. وعندك طبعا بيل جيتس صديق ستيف بالمر الروح بالروح، وصاحب الشركه اللي خلت عمنا ستيف بالمر الموظف يجمع الفلوس اللي عملها دي. بس ستيف بالمر يفرق عن الناس دي في انه ما عملش شركه، ده حرفيا كان مثال للموظف العادي، بيشتغل من 9 الصبح ل 5 بالليل، يروح الشغل في الزحمه ويروح في الزحمه. بس الفكره انه كان موجود في المكان الصح في الوقت الصح. للاسف لو بصينا بصة سريعة على حياة ستيف بالمر، فالراجل المحترم ده كان مولود في ولاية ميشيغان سنة 1956 وسط عائلة سويسرية عايشة في أمريكا. ومن صغره ولا كان طموحه يبني شركة ولا يحقق حلمه، ولا كان عندهم جراج تحت البيت حتى. ده كان عيل دحيح، حتة واد محنك ماشي في طريقه عادي وبيعمل المطلوب منه، كويزات يحل، ميد ترم يقفل. لدرجة إن سنة 1975 صديقه في الجامعة بيل جيتس، تخيل يبقى صديقك بيل جيتس، عرض عليه فكرة إن هم يسيبوها عشان يبنوا شركتهم مع نفسهم، شركه بتعمل السوفت وير بتاع الكمبيوترات للشركات. بس الراجل قال له بلا كمبيوترات بلا كلام فارغ، انت بتقول ايه يا عم؟ وقام فاكس لبيل وكمل في الجامعه بتاعته عادي لحد ما اتخرج منها. الراجل كان عنده فرصه يشارك في تاسيس مايكروسوفت، بس زي القاطل قال لك فكك يا عم. بس بصراحه ما حدش يقدر يلومه لانه كان في جامعه هارفارد. تخيل ابقى بلومك انك ما اسستش مايكروسوفت عشان كنت في جامعه هارفارد، انت مقفل الدنيا من قبل ما تبدا. بسم الله كده. المهم، عدت كام سنه، ستيف اتخرج من هارفارد سنه 1977، واحد لسه خريج فريش خبره زيرو، يقوم يروح يشتغل برودكت مانجر في بروكتر اند جامبل، والعمليه ماشيه لحد ما يجي واحد صاحبه من ايام الكليه. تفتكر مين؟ هو الواد الفاشل اللي اسمه بيل جيتس اللي ساب تعليمه. تخيل يا مؤمن، اسس شركته وبقت بتعمل ملايين كل شهر. قال له ابن الذين الحوار نفع معاه وشركته بقت كبيره. وهو جه ستيف بالمر تاني سنه 1980 وقال له ايه الكلام يا اسطى، ما تيجي. هي مكتوبه له، فاهم؟ يعني المثل بيقول لك بيل جيتس مش بيجي في الحياه مش مره واحده، لا ده ما بيجيش خالص. تخيل يجي لك انت مرتين. فالمعلم فعلا ساب اللي في ايده، والمره دي فعلا يروح لمايكروسوفت ويفضل في دايره مايكروسوفت تعدي 20 سنه، يحصل فيهم انجازات وبتنجانات وحوارات بالعبيط. وفي الفتره دي كان عمنا جوه الليله وشايفها كويس وشغال في وسطها لحد ما اتعين وبقى رئيس مايكروسوفت في سنة 1998. وبعدها بسنتين خد لقب السي او بعد ما بيل جيتس تنحى عن منصب. ويا ريته ما تنحى. ستيف بالمر فضل يجي 14 سنه يعمل عبط في الشركه. الراجل كان بيحب شغله قوي ومتحمس ليه بزياده، هو ده اللي عجب بيل جيتس فيه. لو ما تعرفش، فمايكروسوفت كانت بانيه سمعه وحشه ليها، وبيل جيتس كنت تحسه عدو كل الامريكان. وضع بيل جيتس كان شبه مارك زوكربيرج دلوقتي كده، كله بيحاول ينكشه، غيره بقى، حقد ما تفهمش. ومايكروسوفت عامه كانت شركه بيتقال عليها محتكره وتصرفاتها وحشه مع المنافسين، وبسبب الحوارات دي بيل جيتس كان عايز يلم الدور ويخف الدنيا شويه من على مايكروسوفت. فستيف بالمر كان الشخص المناسب عشان يكون الوجه اللطيف لمايكروسوفت. بس المشكله يعني انه خلى الشركه تبقى متخلفه وعكاكه. ومع ان في عهده ظهرت منتجات جامده عند مايكروسوفت كان ليها بوتنشال عالي انها تحقق نجاح عملاق، بس من الناحيه التسويقيه ما كانتش الدنيا كويسه، خصوصا ان في الفتره دي كان في عتاوله في التسويق. لا عتاوله ايه، دي ناس حرفيا باعت الهوا في ازايز. دول التسويق نفسه. يعني مثلا جهاز زي الاكس بوكس اللي لو كان جه في وقت احسن وبخطه تسويقيه افضل كان ممكن ياخد مكان بلاي ستيشن ويبقى انجح كونسول في العالم. وكان في قله تقدير لبعض المنتجات زي المايكروسوفت زون اللي كان ممكن يقتل الايبود، بس لو كان خد الاهتمام المناسب من ناحيه التسويق. على العموم احنا مش بنفتكر ستيف بالمر بالانجازات، احنا بنفتكر ستيف بالمر بمواقفه العفويه الكوميديه الغريبه اللي كان بيعملها، زي المره اللي قعد فيها صحفي يغيظه بالماك بوك اير اللي كانت ابل لسه معلنه عنه، وقال له مش نفسك تستخدم لابتوب زي ده؟ فستيف قام مسكه كده وقال له يا راجل ده اتقل من التوشيبا اللي انا شايله، وقعد يتجاهل مميزات اللابتوب بتاع ابل سواء من ناحيه التصميم ولا الاداء. واحلى حاجه انه مسكه ونزل بيه على الارض وتحسه كان داخل يحفر فيه عشان يدور على السي دي روم، وما لقاهوش في الاخر وقال لك البتاع ده ناقصه نص مميزات البي سي. الراجل ده كان عنده كره شديد لابل وكان بيحب يسف عليها. ايه بتبصوا لي كده ليه يا جماعه؟ انا بحب اسف عليها بس عادي زيها زي اي شركه، مش بكره ابل بس مش فان لكل منتجاتها يعني. والفكره انه ما كانش راضي يفهم ابل بتفكر ازاي. لو كان عرف كانت مايكروسوفت مشيت على الطريق الصح ناحيه المستهلك، وما كانتش هتحصل المره اللي اتريق فيها على الايفون اول ما نزل وقال لك
البتاع ده اغلى تليفون في الدنيا وما يليقش مع رجال الاعمال لان ما فيهوش كيبورد. الراجل كان صباح الفل، كان معمي من كل حاجه لانه كان شايف ان شركته اللي بيحبها هي الصح في الليله دي كلها، وكان عقبال ما يستوعب انهم متاخرين والمفروض يتحركوا كان بيبقى الوقت عدى خلاص، واي خطه بيعملوها بتبقى فاشله. وعلى ما كانوا بياخدوا بالهم ان الخطه فاشله ومحتاجه تتظبط تلاقيهم خلاص بيقفلوا يقولوا لك خلاص احنا هنخرج من السوق ده. والراجل في عصره مايكروسوفت عملت ما شاء الله تشكيله من افشل المنتجات والمشاريع والصفقات في التاريخ، زي مثلا تاسيس الويندوز فون اللي كان واحد من افشل انظمه تشغيل الموبايلات في التاريخ، وكان فاشل لان اللي صمموه كانوا شايفين الدنيا غلط خالص. ولما بداوا يستوعبوا الغلطات ويحاولوا يواجهوا السوق كان خلاص اصلا الايفون والاندرويد سيطروا على الدنيا وما عادش الويندوز فون مستاهل الدعم اصلا. وسيبك من الويندوز فون، شوف الويندوز نفسه، عندك خلال عصر بالمر كله ما كانش فيه الا فيرجن واحد من ويندوز هو اللي عدل ال7، والباقي كله كان سيء جدا ومليان مشاكل زي الفيستا وال8. وفي عهد ستيف بالمر برضو مايكروسوفت اشترت نوكيا قبل ما تموت خالص ب 8 مليار دولار على الفاضي، كانت صفقه عبيطه جدا وملهاش اي لازمه، لو جبت عيل عنده سنتين مش هيعترف بيها. وحتى اكبر استحواذ عملته الشركه في تاريخها، استحواذها على سكايب مقابل 8.5 مليار دولار، اللي كان قرار منطقي وممتاز في وقتها، جاله نحسه وفي الاخر بقى ما يجيش حاجه جنب الفيس تايم او بدايله من جوجل او فيسبوك او حتى زوم. وفي الاخر يعني عمنا ستيف بالمر اتخلع من الليله دي وتعين مكانه في 2014 الرئيس التنفيذي الحالي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، وده اللي في نظري افضل رئيس تنفيذي جه في تاريخ مايكروسوفت، افضل حتى من بيل جيتس نفسه ويستاهل حلقه لوحده. بس ايه بقى قصه ال 100 مليار دولار دول وازاي ستيف بالمر بقى واحد من اغنى اغنياء العالم؟ ستيف بالمر موظف بيشتغل من 9 الصبح ل 5 بالليل، بس هو مش اي موظف، ده ابن الشركه، موظف بيعشق شركته ولا كانه واقع معاها في علاقه غراميه. مترستقى في دماغه 100% ان مايكروسوفت هي احسن شركه في العالم بلا منازع، وحماسه تجاه الشركه تحسه حقيقي قوي مش تمثيل قدام الناس. I have 4 words for you. I love this company. ثروته جايه من ايمانه الشديد في الشركه، لانه في 40 سنه تقريبا اللي فاتوا كان بيحاول على قد ما يقدر انه يتجنب انه يبيع الاسهم اللي بيمتلكها في الشركه حتى لو الدنيا خربانه وفي اسوأ ظروفها. لما ستيف بالمر اتعين في مايكروسوفت سنه 1980 خد حصه منها كانت بتساوي وقتها 8% من مجموع الاسهم، ومع ان وقتها كانت حصه بيل جيتس حوالي 45%، ستيف فضل محافظ على حصته على قد ما يقدر لحد ما في 2014 بقى ستيف بالمر هو اكبر حامل اسهم لمايكروسوفت. مجموع الاسهم اللي بيمتلكها حاليا في مايكروسوفت بتساوي 4% من مجموع اسهم الشركه عامه، بينما بيل جيتس مؤسس الشركه نفسه بيمتلك من مايكروسوفت حوالي 1% بس دلوقتي. تخيل ان ايمان وحب واحد من موظفين الشركه كان اكبر من ايمان مؤسسها فيها. هي دي الحاله بتاعه ستيف بالمر، الراجل ده قدوه للموظف المثالي، ولو رئيس شركتك عتر في الفيديو ده هيذلك بيه على عدم تفانيك في العمل. بقول لك بص اهو الناس اللي بتشتغل بتلم مليارات اهو، مش هيبقوا عبيد زي ما انت فاكر. ممكن يفكرك بان تيم كوك موظف برضه بس بقى ملياردير من تحويش مرتبه والاجر اللي بيقبضه بس. بقول لك ابقى هات الاكل بتاعك وانت جاي الشركه بدل ما بتبعزق فلوسك في الفطار، العبره في الادخار. فقوم يا صاحبي دلوقتي، حب شركتك، قدر زمايلك، اشتغل في اجازاتك، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفوتني بعافيه.